قدور الدرسوني قامة فنية وعملاق من عمالقة الملوف القسنطيني. ولد في 8 جونفي من عام 1927 بقسنطينة. كرس جل حياته في الحفاظ على هذا التراث الوطني. ساهم برصيده المعرفي في تلقين وتكوين عدة أجيال نهلت من رحيق مدرسة قدور الدرسوني. فهذا كان عندك نورين ميوزيكال تخطف، هاك خطفتي ما عندك نورين ميوزيكال تبقى فهمتي. لا واحد يعطيك قطعة موسيقية ولا يعطيك قطعة شعرية، دبر راسك. الرجل ظل متنقلا بين المعهد البلدي للموسيقى ومعهد موسيقى الملوف الذي أنشأه سنة 1995، فكان نعم الأستاذ. هذاك الوقت هذاك قعدت 12 نوبة في الجزائر وفي تلمسان، وأنا في قسنطينة قعدوا عندنا 10. ماذا قلنا واش نديروا مادام هذو حكموا هذو الساعة لا يزيدوا يروحوا. الرجل المتواضع المحافظ المتخلق أصيب مؤخرا بمرض ألزمه الفراش، فمسيرته لن تختصر في كلمات، بل هي محطات فنية حافلة بالإبداع عمرها أكثر من 60 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.